النهارده يوم جديد من التحدي. اليوم رقم 4. النهارده قررت أخصص اليوم ده لحل امتحانات شاملة عشان نختبر نفسنا ونشوف إن مستوى الفهم على الحقيقة عندنا. النهارده عندنا حل 3 امتحانات شاملة في 3 مواد مختلفة. ممكن في ناس تقول طب أنا لسه مراجعتش المنهج كله، إزاي أحل امتحانات؟ أو مثلا هتحل وهيقف قدامك أسئلة كتير. خليني أقولك الامتحانات مش لازم تكون بعد ما تراجع كل حاجة. ساعات بتحل وتكتشف أنت محتاج تراجع إيه فعلا ومحتاج تركز عليه. امسك كل امتحان وحل كل اللي تعرفه فيه، وبعدين الأسئلة اللي فاضلة ممكن تستعين بقى بكتاب الشرح وترجع تشوف بقى الإجابات بعدها، وتشوف إجابتك وتدي لنفسك درجة. الفكرة هنا إنك تبدأ، مش لازم تكون جاهز 100%. والتحدي بتاع النهاردة مهم جدا، هو إنك تحل 5 أسئلة من الامتحانات السابقة أو من المنهج، وهتحلهم بتركيز تام في 15 دقيقة أو في 10 دقايق في أقل وقت ممكن. الهدف إنك تبقى مركز وتتعلم تدير وقتك تحت الضغط. اختار 5 أسئلة من أي مادة وابدأ حلهم بسرعة، بس خلي بالك من الدقة. الهدف هو إنك تتعود على الإجابة السريعة دون تفكير زايد في أي حاجة، زي ما هتعمل في الامتحانات. التحدي ده هيساعدك تبقى أسرع في حل الأسئلة ويخليك أكتر كفاءة في الامتحان. كمان هتتعلم إزاي تدير وقتك بشكل أفضل شكل وتكون أكتر تركيز. ما تنساش تنظم وقتك وتبدأ من دلوقتي. سلام مؤقت وأشوفكم في فيديو آخر اليوم بإذن الله.